يا صباح الفل يا حاج. صباح العسل. بتعمل ايه؟ فكرتنا بزمان وايام زمان. اه والله يا حبايبي، طبعا يا حبايبي، صباحكم فل وصباحكم مشرق بنور الليل. كانت امي كل يوم الصبح تقوم كده، يعني ايه، بدري تجهز لنا الفطار كده عشان المدارس، وتسلق البيض والشاي باللبن ما اقولكوش بقى، ولازم نفطر، لازم نفطر، مفيش واحده تطلع من البيت من غير فطار. كنت بتقول لنا ايه زمان يا ماما لما كنا نطلع من غير فطار؟ الايام بتتوه. كانت لازم يا حبايبي نفطر عشان تقول تفضلوا مركزين في المدرسه وفي الحصص، وما تنعسوش وحاجات كتيره كده. صباح الخير يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب كل صباحك يا عسل يا رب. الايام الحلوه المفترجه دي، الفطور دي يا حبايبي زي العربيه اللي بتمونيها. هي العربيه الصبح اللي بتشوفيها هي عايزه بنزين، عايزه جاز، عايزه اهو الانسان كده، المفطر شيء بيدوخ وبصدع وبدنا. بتكلم على نفسي، انا بتكلم على الاطفال وعلى العيال وعلى اي حد النهارده، الرجاله اللي بتشتغل، الشباب، ربنا يدوم الصحه. ايه، والكوبايه دي اثريه، الكوبايه دي يا ماما اثريه من ايام ما كنا اطفال والله يا حبايبي. التوابل بتاعي يا اختي بتاع الفرح، طقم التوابل بتاع، شوف حتى، هاتي كده، هاتي كده يا ست الكل. والله لا خد السكرين شوت، شايفين مكتوب عليها سكر شجر، دي بتاعت زمان وايام زمان. يا ريت الايام ايام زمان كلها ترجع، وحاجات زمان القديمه ترجع. هي يا حبايبي كنت بسلق فيها البيض ليه؟ ما بتطوسش. ايوه، الواحد بيسلق في الحله بتطوس كده يعني. يا حاجه احنا نتشرف باي حاجه قديمه ليك يا حبيبتي والله، النهارده الحياه كلها حديثه، بس مش قد لها لازمه. ربنا يسعدكم. لا والله ربنا يديكم الصحه يا رب. الحمد لله على الدنيا، الحمد لله. ربنا يخليكم اولادكم ويخلي رجالتكم انتم متابعينكم يا رب. طبعا الست الكل قمت كده لسه صاحيه على فكره يا حبايبي، وجيت بقى ايه، لقيتها بتجهز في الفطور. انت بتعملي ايه يا حاجه؟ واقفه في المطبخ كده بدري؟ لا طعمين عملت لا طعميه في البيت امبارح. والله كانت جميله جدا. قالت لا يا ماما انت مش نفسي اصلا، ما مش قادر والله يا حبايبي. قلت خلاص وعليكم خير بقى، كل واحد بس كفايه عليه بيضه واحده، سندوتش، حته جبنه قديمه كده من ايد الحاجه، كوبايه الشاي الحلوه من ايديها، تسلم ايديها يا رب ويخليها لينا ويشفيها اللهم امين. تشتكي النعناع من جوه ليه؟ نعناع بقى، ايوه بقى. انا على فكره زعلانه من النعناع ده، كل ما اخد نعناع منك الاقيه ينشف، مش عارفه مني لما بعد ما بزرعه. يلا احنا ناخد القصريه على بعضها. ربنا يجبر خواطركم، امين يا رب، ويخليكم اولادكم، امين، وينجحوا دايما يا رب، وتشوفوهم فعلا مناصر، كل حبايبنا ومتابعينا واخواتنا. امين، امين يا رب. دعواتكم للحاجه بالشفاء يا حبايبي. صباح الفل. تعالوا بقى افطروا معانا واشربوا كوبايه الشاي الحلوه دي من ايدين الحاج. يلا يلا بينا نفطر بقى يا حاجه. سيبك من العيال اللي هناك دول، واحده نرمين يفطروا هناك مع نفسهم كده. عيالي طبعا بيتين عند نرمين اختي، وهيفطروا معاها الوقت يا حبايبي ما يصحوا هناك. يلا احبكم في الله، احبكم في الله، مش تنسوا اللايك عشان الحاجه. وربنا يجبر خواطركم ويسعد قلوبكم يا رب العالمين. تابع مع بعض بقى بقيه الايه الاحداث كده، واليوم كده لعند ما نروح يا حبايبي. صباحكم فل. ربنا يجبر خواطركم يا حبايبي. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله. طبعا نصحنا كده ايه على خير. الحاجه طبعا صحتنا، وزي ما انتم شفتوا معانا فطرنا، وملوكه اجت كده من عند خالتها صحت من النوم، وانا قلت بقى ايه اروج البيت كده لست الكل، ونظبطه كده ونكنسه ونمسحه كده ليها قبل ما نمشي، عشان الظهر ان شاء الله هنتوكل على الله. تمام. فهي ايه برضه مش مريحه نفسها، عايزه تطبخ لينا، قلت لها مش هطبخ عشان احنا هنمشي، مش هنطول يعني، احنا لسه فاطرين، فمش عارفين يا حبايبي. هتعمل ايه بقى؟ فاحنا هنكنس البيت ونروجه كده ونظبطه ليها عشان نسيبه لها نضيف يا حبايبي، لان هي تعبانه ومش قادره تعمل اي حاجه. دعواتكم لها بالشفاء، ويلا بينا بقى نروج لها الدنيا كده على السريع. هو البيت نظيف وانا كنساه امبارح ومروجاه برده، وتروجه ثانيه كده على السريع برده النهارده يا حبايبي. تابعوا الفيديو، مش تنسوا اللايك برفع معانا الفيديو، ربنا يجبر خاطركم. هو مش عليه اي فلوس ولا اي حاجه يعني، بس هو برفع الفيديو بس شويه. تمام. طبعا ايه روجنا النضاره، ظبطنا الفرشه. كان في هنا امبارح قاعده عند بابا هنا ناس يعني في مشكله وقاعده وكده، و اللهم صل على النبي. انتوا عارفين بقى المدعكه اللي بتبقى ايه مكان القعدات والناس وكده،
ظبطنا الحته وروجناها وهندخل بقى على طول. كل اللي كانت هي اساسا بتعمل هنا دي العلاج بتاع والدتي يا حبايبي، الاكياس بتاعت العلاج بتاعتها، فاحنا مش بنقدر ايه نحطها هنا ولا هنا، عشان هي طبعا لما بتقعد كل شويه تاخد ايه حاجه من العلاج بتاعها هي عارفه فيه، فاحنا مش عايزين ايه نبهدل لها الدنيا يعني. برضو زي ما انتوا شفتوا معايا كده، طلعت بقى على الايه البرندة بتاعه والدتي كده، وقلت هكنسها كمان واروق الدنيا كده. انتوا عارفين في ناس كتير بتبقى تيجي البابا وفي قعدات وفي كده، والشارع طبعا البيت على الشارع او ارضي، فبصوا مهما تكنسي كل شويه بتلاقي التراب ده. والله يا حبايبي يعني انا اصلا كنت كنساها وبرضو لقيت التراب ده، قلت اكنسها تاني عشان بقى امسح مره واحده. ودخلت بقى على بقيه الايه البيت كده كله من جوه، والاوض كلها جبتها كلها كده كنيس، وظبطت الدنيا كده زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ بصوا فداها والله العظيم. واخيرا بعد ما خلصنا بقى كده ترويج البيت كله ومسحناه وظبطناه طبعا، بس انا ما صورتش معاكم انها ايه وانا بمسح البيت كله والله. طبعا ملك كانت معايا بس سابتني بقى ايه عشان ملك كان قاعد عمال يعيط، وقلت لها خديك كده وروحي عند خالتك نرمين عم انا ايه اخلص. طبعا انتوا عارفين الاطفال الصغيره بتقعد تعك في الميه وكده، فقلت لا عشان اعرف امسح بمزاجي كده واروق فاضل البيت كده واروقه واظبطه للايه الحاج. شايفين اهو ظبطنا الدنيا كده تمام التمام. ايه رايكم؟ اهو طبعا مسحنا بقى كله والبرندة بصوا بتشف وترف كده، وشويه بقى تروى فيها كده يعني ما شاء الله ترد الروح، تحبوا تقعدوا فيها كده في التروى دلوقتي. ماشي ظبطنا الاوض روجناها كده مكان ما كنا نايمين بقى، عشان ايه نسيب لها الحاجه كده البيت نظيف بقى يا ولاد. ما هي مش قادره تعمل حاجه بعد ما احنا نمشي. تمام. وطبعا دي الاوضه اللي انا ايه بنام فيها اهيا، في حاجات لسه هدوم هنلمها ماشي عشان ناخدها معانا، يعني دي شنطنا وكيسنا وفي هدوم لسه هنلمها كده يا حبايبي. ومسحنا الحمام وظبطنا الدنيا، وطبعا الحاجه ايه تعمل لنا ايه بقى النهارده؟ تطبخ لنا يا حبايبي قبل ما نمشي. احنا حلفنا عليها ان احنا هنمشي ومش هناكل، برضو مش ايه مش مريحه نفسها. هتعمل لنا لسان عصفور، عملت لنا ايه خضار بطاطس. تمام استنى عشان الحله سخنه. عملت لنا خضار بطاطس اهو، تسلم ايدها وعينها يا رب. لسان العصفور بتحمر ماشي. وطبعا ايه حطت الزفر على البوتاجاز التاني في الاوضه، وحطت الرز برضه هتحطه على النار. ده كله عشان ايه ناكل قبل ما نمشي برضه. ربنا يشفيكي يا حاجه يا رب ويخليكي. طبعا يا حبايبي انت فين كده يا سوسه؟ شقتي مطبخي وصلنا كده البيت. طبعا سبت ايه الجماعه كده وروحت بقى، وسبت والدتي بعد ما طبخت والله يا حبايبي، ورصت الصينيه عشان نتغدى. المهم كنا اتاخرنا فاستعجلتها كده بقى ايه، وقلت لها مش ضروري يا ماما، ومع ان انا قلت لها والله في البدايه ما تطبخي اي حاجه، انا هروح ساعه الظهر هتلاقيني ماشيه، فمش هنهض ايه ان انا اتغدى، وبعدين احنا لسه فاطرين الساعه 10 يا حبايبي والظهر يعني مفيش وقت. قالت لا هطبخ برضه يا ستي، اسمعي الكلمه ربنا يهديكي. قالت لا مش ينفع تروحي كده. قلت لها خلاص. فالمهم فعشان ملوك عليها درس واتاخرنا، فرننا على التوك توك بقى وجهزت لنا الاكل والله العظيم حطته لنا. قالت خدوه اتغدوا بيه في بيتكم، مش هتسيبوا برضو الاكل هنا. قلت لها تمام. شايفين ربنا ما يحرمني منها ابدا والله. هي حطت الرز اهو لسه مش فضيت بقيته، يعني هو مستوي الاكل كله مستوي على فكره. تعالوا معايا اوريكم، ربنا ما يحرمني منها ابدا يا رب العالمين. طبعا انا فضيت كده في الايه في الاطباق كده الرز والايه والفراخ. شايفين تسلم ايديها والله الاكل ريحته تحفه. انا عماله يعني بفضي الاكل بقول يا حمدي تسلم ايديها يا رب، الاكل بتاع ننتك ريحته جميله جدا والله العظيم يا حبايبي. الاولاد جعانين فمش صابرين. ملك راحت الدرس وحمدي وملك هما اللي قاعدين معايا حاليا. شايفين بس الكهرباء قطعت، انا جايه الاقي الكهرباء قطعه. ده طبعا ايه ده لسان العصفور، هي عامله لنا شوربه بلسان العصفور اهو يا حبايبي. تمام
وانا قلت اسخنها مع ان هي سخنه، بس انا قلت اسخنها تاني. تمام، هنفضتها كده. وحط لنا برضو بتاع ده خضار بطاطس، يعني طبيخ بطاطس يا حبايبي اهو. تسلم ايديها يا رب وما يحرمني منها ابدا، اللهم امين. مش هان عليها ان انا امشي انا واولادي من غير ما نتغدى، فربنا ما يحرمنا منها. هسجل كده للاولاد عشان يتغدوا عشان جعانين. واحنا طبعا ايه وقت القيلوله، عشان اللي عايز ينام شويه ولا حاجه. تمام، ربنا ما يحرمني منهم ابدا يا رب. طبعا شايفين يا حبايبي الاكل اهو. تسلم ايديها ودعواتكم بقى ليها، واللايك الحلو عشان خاطر الحاجه، ربنا ما يحرمنا منها ابدا. بحبكم في الله، مش تنسوا اللايك. سلام عليكم.